الزمالك بيخسر من اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بضربات الحظ، والجمهور بيشيل الليلة على الإدارة، ومعتمد جمال مدرب الزمالك من الاقتراب للقمة لمصير مجهول بناء على الماتش اللي جاي. والاهلي والزمالك وبيراميدز مصيرهم بيتحدد في اخر مباراة في الدوري. سهرة جميلة مليانة بالاخبار المشتعلة. اهلا بيكم في الشفت الامتع على الاطلاق، شفت كورة. ايه؟ هات يا جدع انت. انت جايبها منين دي؟ دي واحدة كده كنت ايه؟ هتقعد تقول لي كنت عارف فرقة مصطفى محمد بنت اهلا بيكم في الشفت الامتع على الاطلاق، شفت كوره. وزي ما انتم عارفين احنا بقالنا فتره موقفين يا جماعه، عذرا جدا للتوقف اللي حصل. للاسف حصل لي اصابه في رجليا وما كنتش بصراحه قادر اعمل حلقات كتيره، بس رجعنا لكم مره تانية وفي حلقات كتيره هتنزل ورا بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه. وقلنا نرجع بحلقه سخنه من احداث اللي بتحصل في الدوري المصري وفي البطوله الكونفدراليه اللي الزمالك لسه خسران فيها 1-0 من فريق اتحاد العاصمه. وقلنا مفيش انسب من الضيف الموعود كابتن يوسف حسين. اهلا يا كابتن جو. مساء الخير. اهلا وسهلا يا كابتن جو. مساء الخير عليكم يا جماعه. واللي حصل في نهائي الكونفدراليه بخساره الزمالك بضربات الترجيح ب1-1 من علامات الجزاء وكل التفاصيل اللي حصلت. كابتن جو، يعني نهائي الكونفدراليه الزمالك من الفوز على ارض الجزائر اتحاد العاصمه في اخر ثانيه من الهدف للزمالك، مره واحده تتقلب ان الحكم يحسب ضربه جزاء على الزمالك من الفار ويلغي هدف الزمالك بقى 1-0. نيجي في مباراه العوده، معتمد جمال بتشكيل انا مش هقدر اتكلم عليه دلوقتي، عايزك تقول لي هل ده التشكيل المناسب ولا لا. طبعا هي نهايه مأساويه ابتدت من لقاء الذهاب في الجزائر. الفرقه اتأثرت نفسيا ان انت خلاص انت خارج من ماتش الجزائر كسبان 1-0 في الدقيقه 90، الحكم يوقف ويرجع للفار ويحسب عليك ضربة جزاء وتخسر 1-0 هناك. طبعا دي اثرت كتير جدا 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 على نفسيه اللعيبه. اكيد. ان انت برضو تبقى كسبان في ارض الجزائر هي حاجه كبيره جدا، لان انت هتنزل مصر هنا ماتش العوده هتبقى مستريح شويه، لكن انك تخسر هناك 1-0 حطت عليك ضغط ان انت لازم في اول الماتش انك تجيب جون، وفعلا ده اللي حصل. واي واحد زملكاوي طبعا بعد ما شاف الجون دخل في اول الماتش فطبعا كان متوقع ان السكور هيفرق، يعني معتمد جمال هيهاجم والتشكيله انت معاك شيكو بانزا منزله وينج ليفت، بس مش بيلعب ناصر منسي الاسطوره. بص انا شايف ان الجون في اول الماتش خدم في الاول معتمد جمال. ليه؟ لان انت لما جبت الجون فرقه الجزائر ابتدت تهاجم، فده معناه ان المفروض ابتدى يبقى فيه مساحات، صح، وانت عندك وينجين اصلا بيلعبوا على السرعه، فكان المفروض طبعا يستغل النقطه دي. للاسف من وجهه نظري ده اوحش ماتش معتمد جمال تكتيكيا اتصرف فيه للاسف. تكتيكيا يعني بسبب الخطه اللي هو كان حاططها ولا بسبب اسامي اللعيبه اللي كانوا بيشاركوا من بدايه المباراه؟ انا من وجهه نظري الخطه، يعني انت تمام، انت زي ما قلت لك انت جبت جون في الاول والفرقه الثانيه ابتدت تهاجمك، فانت المفروض تلعب على الاسلحه اللي انت اصلا منزلها اللي هو شيكوبانزا يجري وبسيرة لعيب دريبلر بيتحرك بيجري في المساحات. انت ما قدرتش تستغل للاسف، هو بعد ما جاب الجون رجع لورا دافع ودي طبعا هي المشكله الكبيره اللي كانت في وش الزمالك طبعا اللي جت عليه. طبعا خلي بالك برضو الزمالك كان بيواجه مشكله كبيره ان هو لو استقبل هدف هو مضطر ان هو يجيب هدفين مش هدف واحد، مضطر يجيب هدفين علشان يكسب طبعا. فما كانش هيبقى في حتى فكره التعادل، فهو علشان كده تقريبا فضل ان هو يوصل لضربات الجزاء، خاصه ان عواد زمان قبل ما يبقى يرجع يلعب تاني كان مميز في ضربات الجزاء. ولكن انا شايف برضو حاجه من الحاجات اللي خلت الزمالك ان هو يعتمد الوصول لضربات الجزاء وللاسف خسر بسببه اصابه المهدي سليمان في اول 30 دقيقه. طبعا نقطه المهدي سليمان نقطه مهمه جدا، لان المهدي سليمان هو الحارس الاساسي للزمالك في الفتره اللي فاتت. عواد بره الصوره خالص، ما كانش بينزل خالص. عواد بره. عندي سؤال ليك، سبب الخساره هنقول ترتيب كده، رقم 1 رقم 2 رقم 3.
رقم واحد من وجهه نظري معتمد جمال بالتشكيله اللي هو عاملها، مش التشكيله. انا مشكلتي مع التكتيك اللي هو عامله، اللي انت بعد ما جبت الجون انت كنت المفروض تهاجم رقم 2 وتجيب الثاني والثالث. رقم 2 الضغط النفسي اللي كان على اللعيبه للاسف. يعني انت بعد ما هناك كسبان رجعت هنا خسران، الجمهور ما شاء الله مرعب طبعا، بس قدامك الناحيه الثانيه ضغط. انت كل ما الوقت بيعدي كل ما الجمهور بيزوم اكتر. رقم 3 الاداره، الجمهور. انا مش شايف ان الاداره فيها مشكله يعني خالص، واللعيبه يعني اللي كان مطلوب منهم اظن عملوه. يعني انا عامه مختلف معاك في الراي بصراحه في الموضوع ده. انا شايف رقم 1 السبب في الخساره هو اللعيبه يعني كانوا تحس ان هم يعني قبل الماتش كانوا عايزين يفكوا شويه، يحسوا ان هم مفيش ضغط عليهم، بس ده اسوأ مباراه اللعيبه دي قدمتها، خاصه شيكو بنزا. وعندك برضو الاداره، يعني معتمد جمال طبعا عليه دور كبير برضو، ان هو التشكيل ما كانش افضل حاجه، ولكن الاداره يعني بشكل او باخر هم الفتره الاخيره ما يقدروش ان هم يصدروا الضغط على اللعيبه. ولكن دلوقتي انت برضو في الاول وفي الاخر الموسم ده كارثي بسببهم، لان خاصه وقف القيد اللي هو خلاص هيستمر بعد ما الزمالك قدر ان هو يفوز بمليون دولار بس في المركز الثاني. مشكله القيد بنسبه كبيره هتفضل مكمله مع نادي الزمالك، فالاداره موجوده في اي ازمه فيها الزمالك. انا شايف ان الاداره تبقى سبب رئيسي. دلوقتي لو جيت بصيت برضو على الصوره كامله، انت موقف لك القيد لكذا فتره، عندك 17 قضيه في الفيفا، انت ما تقدرش تجيب لعيبه جديده. انت يعني كتر خير جون ادوارد اللي هو عرف يجيب اللعيبه اللي خلي بالك جون ادوارد سبب من الاسباب اللي خلت القيد ده ان هو يتقفل عليك. خلي بالك هو الصفقات اللي هو كان بيجيبها وعدم التزييف، فخلي بالك هو كتر خيره، هو بيعمل مجهود، بس في نفس الوقت هو سبب من الاسباب، هو مجلس الاداره كلها، انا مش هلبسها له كله. فبصراحه انا شايف ان هو عامل مشترك من الجميع، وخاصه ان يعني جمهور الزمالك دلوقتي بيعاني. تخيل انت بعد ما كل الاحلام كانت في ايديك، اصلا عايز اقول لك الجمهور كان بيحتفل من قبل ما يفوز ببطوله الكونفدراليه وبطوله الدوري، ودلوقتي بقى كمان مهدد ان هو تخيل بعد كل ده ممكن ما يكسبش ولا بطوله. انا بصراحه اتمناها لجمهور الزمالك، لا مؤاخذه يا كابتن عادل. جمهور الزمالك بصراحه برضو الحق يتقال، قدم ملحمه كبيره جدا في المباراه الاخيره. الاستاد كان بيترج من جمهور الزمالك، جمهور جبار ما شاء الله ما شاء الله. يعني بس يا جماعه ما سمعناش الحدوته، يعني ما سمعناش الحدوته. وجمهور اتحاد العاصمه براي الزملكاويه اللي كانوا على ارض الملعب كان مدغدغ الاستاد، خاصه في رميات الجزاء. انت سمعت الحدوته؟ ما سمعتهاش. انا اعرف بس صديقي وحبيبي محمود حدوته اخويا، يعني كابتن حدوته احلى حدوته في الدنيا. اخر حاجه نتكلم بقى فيها في الدوري الممتاز، الاهلي ومباراه الاهلي والمصري ومباراه بيراميدز وسموحه. شايف ان المباريات هتكون بقى نهايتها فوز الزمالك وبيراميدز والاهلي، ولا ممكن يحصل بلوت تويست ونشوف بقى حاجه كده، الاهلي بقى بطل الدوري، بيراميدز بقى وصيف او الثالث شايف ان ممكن يحصل مفاجاه؟ طبعا الماتشات بتتلعب في نفس الوقت ده، للاسف مش هنقدر يعني نتفرج على الماتشات كلها في نفس الوقت. بس عايزين توقع، عايزين قول لي توقع وانا هقول لك توقعي اي نعم الزمالك نفسيا يعني مش احسن حاجه، بس اتوقع فوز الزمالك على سيراميكا، وهيبقى ماتش صعب جدا جدا. وفوز بيراميدز ودخوله افريقيا، وفوز بيراميدز وفوز الاهلي. مش توقعي خساره الزمالك من سيراميكا، خساره الزمالك، مش تعادل الزمالك، خساره الزمالك، وفوز بيراميدز ببطوله الدوري، والاهلي وصيفه يخش افريقيا. صعبه قوي دي يا كابتن عطيه. مش صعبه ولا حاجه، وهتحصل وهتشوف. عارف كابتن مدحت شلبي؟ صعبه قوي دي يا كابتن عطيه. صعبه قوي. صعبه نحطها ورا انا قبل بقى نهايه الحلقه عايزين نتكلم في حاجه كده سريعه، خاصه ان احنا بعد الجوله الاخيره من الدوري المصري هيبقى فاضل حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع ونخش على كاس العالم، البطوله اللي بنستناها كل 4 سنين، واللي كانت اخر سنه في قطر وقبلها في روسيا. ما حلفناش الحظ ودخلنا في قطر، بس المره دي حلفنا الحظ وهنخش في امريكا، كندا والمكسيك. جاي لك امريكا. من وجهه نظري طبعا الفرص قدام منتخب مصر الحمد لله كبيره، في احسن توالد بالظبط، لان بياخدوا دلوقتي احسن توالد. فرصه قدام مصر كبيره. انا شايف من وجهه نظري مصر عندها لعيبه محترمه جدا جدا. انت اول مره يبقى عندك كميه التنوع في الهجوم دي، انت عندك صلاح ومرموش ومصطفى محمد
كل دول محترفين، ومعاهم هيثم حسن مؤخرا دخل معاهم، وابراهيم ممتاز. عادل. انت عندك الهجوم كله محترف، ودي اول مره تبقى في تاريخ مصر حاجه زي دي. ده احنا كمان ممكن يبقى عندنا ان شاء الله ان شاء الله كابتن حسام يضم حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم ان شاء الله يا رب. خطوه كويسه جدا طبعا. الناس بتقارن هل ياخد حمزة عبد الكريم ولا ناصر منسي. انا وجهه نظري بصراحه يعني الناس كلها هتقول الناس كلها هتقول حمزة عبد الكريم. انا شايف ياخد الاثنين. لا هو مفيش مكان في التشكيل انه ياخد الاثنين. والله قاعد مصطفى محمد هو مش بيلعب عشان يعني محترف الا ربع يعني. عشان محترف الا ربع. لا هو لا هو كده كده مش بيلعبه، وكده كده هو ما بيلعبش في نانتس برضه. نانت. طيب انا شايف، انا وجهة نظري مختلفة. انت اصلا يعني حاليا كابتن حسام حسن بيعتمد على عمر مرموش هو المهاجم الاساسي، هو الفكره في كده، ومصطفى محمد هو المهاجم البديل. وليه لا حمزة عبد الكريم يا جماعة يبقى مهاجم ثالث معاهم؟ راجل حتى بيلعب هيدرز كويس. هو الحمد لله لاعب دلوقتي كذا ماتش مع برشلونة ومسجل اهداف. فليه راجل زي ده ما ياخدش الخبرة حتى في المعسكر؟ مش لازم يشارك. هل مصطفى محمد ده هو عنصر الخبرة؟ طبعا. هل مصطفى محمد ده هو اللي اداؤه حاطط رجله في الملعب طيب ونقدر نقول ان هو بيشارك او عمل اي حاجة للمنتخب اخر 3-4 سنين؟ ما عملش اي حاجة. لا هو طريقة لعبه كتوظيفه مش المهاجم الهداف، بل اللي هو المحطة، ان هم بيعملوه محطة ويقدر يسند عليه ويطلع الكورة. ما بقاش ياكل معايا بصراحة. يعني انا وجهة نظري بصراحة ناصر منسي والله العظيم برقبته الفترة يعني مع ناصر منسي طبعا مصطفى محمد اعلى بكتير. يعني ناصر منسي حلو على الصعيد المحلي، انا فاهمك، بس انت عندك واحد ما بيشاركش، وعندك واحد حمزة عبد الكريم ده لازم يتاخد وهو في برشلونة. فانا وجهة نظري بصراحة حتى ده بيتعمل في منتخب اسبانيا اللي واخد اليورو يا باشا، بياخد لك اللعيبه بتاعت الدوري الاسباني اللي مش معروفه، اللي مش بتلعب ولا في مدريد ولا برشلونه ولا اتلتيكو، بس اللي بيبقوا متالقين في الدوري. تمام. بس انت عندك تمام، انا معاك، بس انت بتتكلم على لعيبه دلوقتي متاسسه طالعه عارفه تاكل كويس وتروح الجيم، عندها نظام تدريبي نظام اكل. انت للاسف عندك في مصر، ودي مشكله تانية كبيره، اللي انت مش بتاسس اللعيب من وهو صغير ان هو يطلع كناشئ. طب ما الراجل متالق. انت دلوقتي في اوروبا اللعيب بيطلع امتى او يظهر امتى؟ من هو 18 سنه. احنا عندنا من اول 3 24 26 سنه 25 سنه بتبتدي تبص على اللعيب. انت مين اصغر لعيبه عندك دلوقتي في المنتخب؟ اصغر لعيبه عندي هيثم حسن 2002. بس ده عشان اصلا محترف. 2002 يعني 24 سنه. وده اصلا عشان محترف برضه. ابراهيم عادل 2001 25 سنه. مصطفى شوبير 2001 نفس الكلام. مصطفى شوبير 2000 او 2001 كمان انت ولا 2000. فمعدل الاعمار اصلا في الفرقه كبير. فللاسف انت دلوقتي عندك لسه مصطفى محمد هاني لاعب ناشئ، يقول لك لاعب ناشئ محمد لحد النهارده خلاص كسر ال 30. طب يعني في نهايه الحلقه كده توقعك ان شاء الله صعود المنتخب المصري، وتوقعك للفائز بكاس العالم. ده سؤال صعب قوي. انا اقول وانا بقول يعني على الورق بالتشكيله فرنسا طبعا. اقوى سكواد انا لسه عندي كلام. اقوى سكواد موجود يعني. انا شايف ان بصراحه في شويه لخبطه في المنتخب الفرنسي، خاصه بعد المشاكل اللي مبابي بيواجهها، ممكن فعلا ينفجر بنسبه كبيره. بس توقعي الموسم الاخير لكريستيانو ده تمني بصراحه قبل ما هو توقع البرتغال. يعني انت لو بتتمنى لكريستيانو فانا بتمنى لصلاح ان شاء الله برضه ياخد البطوله. اتمنى يعني طبعا قبل يا رب. مين عالم. وكفايه كلام قوي كده لحد النهارده في شفت كوره من الاخبار المحليه وكمان توقعاتنا في كاس العالم. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس واعملوا شير. يلا سلام عليكم.